الوطني المغربي الأشبال الأطلس هذه المرة في ثاني ظهور لهم سيواجهون إثيوبيا وذلك برسم كأس أفريقيا للشباب التي انطلقت مساء هذا اليوم لأقل من 17 سنة بالمملكة المغربية الشريفة. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية. اليوم مساء هذا اليوم الأربعاء 13 من ماي لهذه السنة انطلقت كأس أفريقيا بالمغرب وتمتد بإذن الله إلى غاية 2 من يوليو لهذه السنة. 16 منتخبا شاركوا. المجموعة الأولى انتهت أطوارها وكانت نتائج الجولة الأولى من المجموعة الأولى على الشكل التالي: المغرب ومصر وتونس وإثيوبيا. المباراة الأولى التي انتهت بين المغرب وتونس انتهت بالتعادل هدفين لكل مرمى، والمباراة الثانية بين مصر وإثيوبيا انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله. لتعود النتيجة ترتيب المجموعة الأولى: المغرب في الصدارة بنقطة واحدة، متبوعا بتونس بنقطة واحدة، ومصر في الرتبة الثالثة بنقطة واحدة كذلك، وإثيوبيا في الرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. إذا المنتخب الوطني المغربي للشباب الأقل من 17 سنة هذه المرة سيواجه إثيوبيا في الجولة الثانية. قبل ذلك أخوتي أخواتاتي، إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلش نضغط على زر الاشتراك وخلي لنا لايكات لهذه الفيديوهات المتواضعة، وكذلك تشجيعا منكم لنقل هذا المحتوى البسيط. أخوتي أخواتاتي، المنتخب الوطني المغربي في الجولة الثانية سيواجه إثيوبيا. كل هذا سنعينه من ملعب أكاديمية محمد السادس بسلا في أمسية يوم السبت 16 من ماي ابتداء من الساعة 8 مساء، وتنقل المقابلة على قنوات TNT 3 الرياضية وكذلك الأولى TNT. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.